شكرًا على استماعكم وتواصلكم ومتابعتكم ليّا، ولو الفيديو عجبكم النهارده شاركوا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد، الكل يستفيد ويشوفوا كل الحاجات السهلة والبسيطة اللي أنا باعملها، وما تنسوش تضغطوا على اللايك علشان لايكاتكم توصل لكل الناس. النهارده لقيت الليفت والكرنب ده جايين لي وفي ناس كده قالوا لي: "لو سمحتِ يا أم ملك إحنا محتاجينِك تعملي لنا المحشي بنفس الطريقة اللي أنتِ بتعمليها، بجد إحنا نفسنا راحت له وبنعمله بس مش حاسين إن هو بنفس اللي أنتِ بتعمليه." فطبعًا طبعًا عينيّا حاضر لأي حد يطلب منّي خدمة، ويا رب يجعله في ميزان حسناتنا دايمًا يا رب. جابوا لي اللفت والكرنب، هم ناس كده فلاحين، وطبعًا بيروحوا الأرض ومش ما عندهمش وقت إن هم يعملوا الحاجة دي، فكانت سِت كبيرة جابت لي الحاجة دي وقالت لي: "معلش اعملها لي." فقُلت لها: "عينيّا حاضر." فقطّعت اللفت وغسلته كويس، الكرنب سلقته في مَيّة سخنة بملح، وبعدين حطيت اللفت وهو يا دوب دِبِل طلّعته في مَيّة باردة، جِبت بصل قطّعته مكعبات في الكبة كده مع قرنين فلفل أخضر، فرمت الطماطم حطيتها في سمنة وزيت على النار، لمّا اتسبكت أو غليت غلوتين كده، نزلت عليهم بالبصل ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة، وسِبت كل الحاجات دي تستوي مع بعضها. طبعًا جابت لي اللحمة وقالت لي: "إحنا عندنا يوم الخميس ده أساسي يوم المحشي واللحمة." فجابت لي اللحمة وقالت لي: "اعمليها لي مع المحشي." جابت لي اللحمة غسلتها، حبيت إن أنا أنقعها في دقيق وملح، الملح بيطرّي أنسجة اللحمة وبيخلّيها بتستوي معانا بكل سهولة وبتبقى ناعمة في الأكل. جِبت بقى بصلاية مكعبات كبيرة كده قطّعتها في معلقة سمنة شوّحتها لحد ما دبلت، نزلت عليها بطماطماية مبشورة وطماطماية مقطّعة مكعبات، وبعدين حطيت عليهم ملح وسِبتهم يستووا كده حوالي نُص سِوَى، وبعدين اللحمة شطفتها كويس، وبعد كده حطيتها في الحاجات اللي أنتم شايفينها دي اللي هي الطماطم والبصل، واديتها بقى تقليبة كده وتشويحة لحد ما اتشوّحت معانا كويس، وبعدين سِبتها حوالي ربع ساعة كده، غطّيت عليها بحاجة stainless كده علشان تستوي معانا كويس، وبعدين زي ما أنتم شايفين صفّت المَيّة اللي فيها، حطيت عليها ملح وفلفل أسود، وزوّدتها مَيّة مغلية وسِبتها علشان تستوي، لمّا بتغلي باهدّي النار عليها واسيبها تستوي براحتها. جِبت بقى الصلصة، غسلت الرز قلّبته على الصلصة، جِبت شبت، كزبرة، بقدونس، وقلّبت كل الحاجات دي كلّها كده مع بعضها، وبعدين جِبت اللِفت زي ما أنتم شايفين ما شاء الله جاي من الأرض صابح وشكله حلو جدًا، واللِفت ده كُلّه ألياف وعلى فكرة صحّي جدًا يا جماعة، وما تخافوش من أكله ده بالعكس صحّي ومفيد جدًا وخفيف في الأكل. بعد كده حشيته وحطيته في حلة على النار وزوّدت شوربة، وبعد كده جِبت اللحمة حطيتها في الزبدة وحمّرتها على النار كده وعبّيت الأكل لحد ما صحاب الحاجة دي جُم خدوها منّي، بجد كانوا فرحانين جدًا ومش متخيلين إن أنا هاعمل لهم الأكل وهادّي لهم اللي هم عايزينه زي ما أنتم شايفين كده.